على رأي محمود عبد العزيز في فيلم ابراهيم الابيض، المعلم زرزور لما جه قال لك اصل البني ادم ضعيف. ليه ضعيف؟ قدام الفلوس، اول ما يشوف الفلوس عينيه تزغلل، وتلاقي الدنيا بقت ضلمه عليه، وتلاقيه بيقول كلام ما بيمشيش ولا مع المكان اللي هو فيه ولا الموقف اللي هو فيه، ولا يبقى عارف هو بيتكلم عن مين ولا مع مين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في برنامج الكوره مع بيبو. هتقولي ليه قلت الكلام ده في الاول؟ هقول لك: وسام ابو علي واعتذاره لجماهير الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ولكل من ينتمي الى الاهلي، وده ان دل فيدل على عظمه الاهلي وكبريائه. شئت ام ابيت، الراجل طلع قال لك الاهلي هو اللي عملني، هو اللي خلاني ادخل منتخب فلسطين واكون افضل او من احد افضل لاعبيه. قال لك انا عشت احلى سنه ونص في حياتي الكرويه. قال لك هو اللي خلاني اجيب بيت، هو اللي خلاني اجيب عربيه، وعيلتي عايشه في مصر الى اخره. الراجل اتكلم قال لك انا اتصرفت تصرف، انا يعني مش هكون مبسوط لما اشوف حد بيتكلم بالشكل ده عن الاهلي في الموقف ده. بس ده انا شايف من وجهة نظري انا ان الاهلي ليه دور كبير في الكلام ده. عشان نوافق لك اطلع اعتذر للجمهور. الاهلي واداره الاهلي حاطه الجمهور رقم واحد. الزعل احنا كنادي هنستفيد منك ماديا، لكن الجمهور اللي ما بيستفادش مادي، الجمهور هو بس فرحته انه بيتفرج على الاهلي هو بيكسب وهو بيلعب. شابوه محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي انه تم الاعتذار بالشكل ده وباللياقه دي وبالجمال ده. وده ان دل فيدل على كلام كتير قوي هقوله لك: عظمه واداره وفن وهندسه. هو ده الفن والهندسه. وسام ابو علي اعتذاره مقبول من الجمهور عشان خاطر عيون الاهلي بس. عشان خاطر عيون الاهلي. جه قال لك كمان ايه؟ قال لك اي حد بيتمنى يلبس تيشيرت الاهلي ماشي، اي حد بيكون فخور ماشي، اشترينا. ده عشان خاطر عيون الاهلي بس يعني مش عشان خاطر عيون وسام، عشان خاطر عيون الاهلي. بالمناسبه النهارده كان في مباراه وديه في معسكر الاعداد الاهلي بيقيمه في تونس. الاهلي كان بيلعب مع الملعب التونسي، الاهلي فاز 4-1. طبعا في كام حاجه كده، هو مباراه وديه ما تقدرش تبني عليها، ولكن في كام لمحات كده ممكن نتكلم فيها. شريف احرز هدفين، بن شرقي هدف، ومحمد عبد الله هدف. تريزيجيه حاسس ان صدمه كاس العالم وضربه الجزاء لسه فيه، لحد النهارده بيحاول يجيب جول، ودي مشكله. لازم حد يقعد معاه يهديه، مش كده كمان. ريبيرو عايز يلعب بيلد اب من ورا لقدام، وانا اعتقد حاجتين النهارده بيضعفوا اسهم محمد الشناوي مع ريبيرو. ايه يا عم الكلام ده؟ تعالى اقول لك ما تستعجلش، اشرب قهوه. ريبيرو بيلعب بيلد اب من ورا لقدام، والموضوع مش محتاج، فلازم حارس المرمى يشارك برجليه. مين افضل حارس بيشارك برجليه وبيلعب برجليه؟ ما حدش يقول لي الشناوي، لا، مصطفى شوبير. تعالى كمان اكلمك النهارده ديانج، العيب اللي كان بيخلي كولر ما يلعبش ديانج وكان ما كانش معترف بيه، حصل النهارده. كرة اتقطعت منه، هدف للاعب الناشئ اسمه خليل مرياح تقريبا، حاجه زي كده، ناشئ بشماله. الكرة خدت ايد الشناوي وهدف، وكسرنا الكلين شيت يا منشاوي 4-1 في الدقيقه 93. ففي حاجتين لمحتين النهارده: ديانج وعيبه القاتل اللي كان ظاهر مع مباريات كولر، وكان كولر سبب ان ديانج قعد. كانت الكوره دي او كانت ان الكوره بتتقطع عنده في الحته دي، وبسببها كولر قال لك انا مش عايز ديانج، طلعه اعاره. كمان الشناوي ممكن اسهمه تقل في المباراه دي بسبب البيلد اب وبسبب الهدف اللي دخل فيه النهارده. يعني انت ولا حارس مرمى بتصد ولا بتلعب برجليك، طب انا هلعبك ليه؟ فهنا الكلام هيبقى كتير، وهتشوف وهتسمع لغط كتير في الحوار ده. ولكن الاهلي مجملا مباراه وديه ولسه. ما كابتن مدحت شلبي عليك طقطوقه كده، هقول لك طقطوقه من طقاطيقه. جه اتكلم وقال لك معلش احنا غبنا عشان كاس العالم وما اعرفش ايه والكلام ده، والكلام والموضوع والحوار جه والكلام ده. تعال نتكلم عن المتحزلقين اللي بيقولوا الاهلي شرفنا ضيع كرامه الكره المصريه والكلام ده. طبعا راح قال لك انا مش بتكلم على نادي بعيد، هو يعني دبلوماسي، هو بيتكلم كده بانسيابيه وبذكاء، اعلامي ذكي. قال لك مش بتكلم على نادي معين، انا بتكلم عن الناس
اللي بتقول الاهلي ما شرفش الكره المصريه والاهلي خرج والاهلي ما صعدش والكلام ده كله. هو مين بيتكلم غير الزملكاويه والبيراميدزاويه او بمعنى صح اللي ضد الاهلي؟ مين اللي بيتكلم غيرهم؟ محدش بيتكلم غيرهم. قال لك انت اصلا لو رحت انت مش عارف تروح اصلا بطوله قاريه، تكسب بطوله قاريه، فانت ما رحتش، فانت حتى ولو كنت رحت مش هتعمل اكتر من اللي عمله الاهلي. الراجل ده رايق، عم شلبوكه ده رايق روقان السنين. عارف اللي هو ايه؟ انا مش بقول عليك انت، مش انت ابو طربوش ابيض اللي هناك، لا مش انت، مش هقول على اسمك يا زمالك، لان يعني الزملكاويه كلهم بلا استثناء طلعوا قال لك الاهلي ما عملش والاهلي عرى الكره المصريه، ولو الزمالك موجود كان خد كاس العالم وكلام بتنجان. فاتكلم وسماهم قال لك المتحزلقين. المتحزلقين، فهمت يا متحزلق؟ خبر زد يتمم اتفاقه مع باوك اليوناني للتعاقد مع احمد نادر السيد 4 سنوات و15% اعاده بيع. طبعا حضراتكم عارفين احمد نادر السيد ابن الكابتن نادر السيد اللي كان بيلعب في باوك اليوناني وكان من ناشئين الزمالك. اللاعب ده زد خلاص اتم الاتفاق معاه وخلاص والدنيا تمام، 4 سنين و15% نسبه اعاده بيع. مبروك، صفقه محترمه من زد. واعتقد احمد نادر السيد بعد الفتره اللي عاشها في اوروبا مفيش تطور، فهو مكانه الدوري المصري. الاثنين مستفيدين، مبروك للاثنين. احمد حسن كوكا لاعب لوهافر الفرنسي اللي هو كان بيلعب في الاهلي في يوم من الايام. اللاعب مطروح على الاهلي بالاخص بعد خروج وسام ابو علي لفريق كولومبوس الامريكي. مطروح وقال لك خلاص معروض على الاهلي وممكن تتعاقد معاه، ولكن القرار في ايد مين يا عم الحاج؟ ريبيرو. هل ريبيرو عاجبه الموضوع؟ هنشوف الايام اللي جايه. بس هتقول لي انا اقول لك لا يا باشا مش عايزه، خلاص هو مفيش التطور. يعني في لعيب كده بيوصل لليميت ما بيعديهوش، وهو اللعيب مش صغير، يعني لعيب 29 سنه ولا 28 سنه ما عندوش هامش تطور تاني، بخلاف لما تجيب لاعب عنده 23 سنه 24 سنه في الامكان او بالامكان انه يتطور اكتر من كده. انا جيت قلت لك في وقت من الاوقات يعني اداره الاهلي مميزه وقد ايه اداره عظيمه واداره حكيمه بتقدر توزن الامور كويس قوي، وبتوزن الامور في اداره الازمات. في مشكله بنعرف الاداره بتعرف تلم الكلام ده وتطلع باقل الخسائر. بتعرف لو في ايديها لاعب تكسب منه، مش هستفيد منه فنيا، استفيد منه ماديا. دي اداره حكيمه. طبعا في وقت من الاوقات طلعوا متحزلقين اللي زي كابتن مدحت شلبي كان بيقول عليهم متحزلقين. قالوا لك اداره الاهلي، مجلس اداره الاهلي ممكن يعمل فتره معايشه مع عند اداره مجلس اداره الزمالك. تعال اقول لك اداره الزمالك عملت ايه يا متحزلق، وانت عايز الاهلي يتعلم من اداره الزمالك ايه. هقول لك الزمالك عمل ايه. الزمالك كان عنده اهم 3 لعيبه تقريبا في تاريخه، فرجاني ساسي واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو. فضل يسوف مع فرجاني ما جددلوش، وكانت قيمته السوقيه على ترانسفير ماركت 2 مليون يورو و200 الف يورو. طبعا كان جاي فيه ارقام محترمه، كان جاي فيه 3 و4 ممكن 4 مليون كان ممكن يقدر يبيعه، وكان جاي له عروض. ولكن اداره الزمالك اللي احنا او اللي بيتقال لك روح يا اداره الاهلي اعمل فتره معاشره عشان تتعلم، استغنت عنه ببلاش، او بمعنى اصح ما قدرتش تجدد له ومشي ببلاش. ادي 2 مليون و200 الف يورو اتلفهم الهوا. تعالى اكلمك كمان عن اشرف بن شرقي اللاعب المغربي المخضرم. يعني لما تيجي تسال اي زملكاوي تتمنى مين في الزمالك طبعا قبل ما يروح الاهلي يقول لك اشرف بن شرقي. كان حاجه بالنسبه لهم، حاجه اشرف بن قلبي. الراجل ده كانت قيمته التسويقيه على ترانسفير ماركت كانت 2.5 مليون يورو. عمل ايه بقى المتحزلق فضل سايبه، ما عرفش يجدد له، ما عرفش يعمل اي حاجه معاه. بعد كده عقده انتهى، مشي ببلاش. تعال اكلمك بقى على احمد سيد زيزو، مش محتاج اكلمك. لاعب بيفاوضوا فيه 1.5 سنة. الموضوع كام يعني؟ سنه وشهرين بتحاول تجدد له، والراجل مماطل معاك. وغير انه مماطل، انت ادرت الملف اصلا بطريقه سيئه، خوفك جاي لك عرض فيه، سيبك بقى من قيمته التسويقيه كانت كام. قيمته التسويقيه كانت 4 مليون يورو، ولكن انت كان جاي لك في الوقت ده 6 مليون يورو. يا فرحه ما تمت، ما عرفتش تستفيد برضه منه بجنيه من وراه. بل تعالى اقول لك ده بيطالبك ب 82 مليون و500 الف جنيه.
يعني بيطالبك ب 82 مليون و500 الف جنيه. ده مين؟ ده احمد سيد زيزو اللي انت عرفت تستفيد من وراه، وكمان بيطالبك بمستحقات. يعني ممكن اصلا يعني يتعمل لك 5 6 سنين ايقاف قيد ولا حاجه. انت عمال تشتري في لعيبه وبتاع، بس انت عندك كوارث. ده اداره الزمالك وادارتها للملف بتاع تجديد كل لاعب او نجوم الفريق، نجوم السوبر ستار، نجوم الشباك عندك ما قدرتش تجدد لهم. حضرتك بقى عايز بقى الاهلي يروح يعمل فتره معاشه هناك. اداره الاهلي بقى عملت ايه؟ اللي انت بتطالبهم يا متحاصلك انه يروح يعمل فتره معاشه هناك عند اداره الزمالك. اشترى وسام ابو علي بمليون و700 الف دولار، وبيبيعوا دلوقتي ب 8 مليون دولار. شوف الاستثمار. انت لما بتعمل حته صغيره، او بدات تعمل في الزمالك، جون ادوارد لما جه عمل حته صغيره من شغل الاداره اللي هو الصفقات، طايرين بيه السما. حته صغيره في الاداره اللي هو ملف الصفقات، طايرين بيه طير. لكن تعالى في حتت كتيره قوي انت قليل فيها. انت اصلا كنت قليل في كل الملفات، في كل الحتت كنت قليل. لما جالك واحد بيعرف يعمل حته صغيره، طايرين بالسما. لكن عندك اداره الاهلي بتعمل كل حاجه حلوه، بتعمل كل حاجه حلوه. ما تقوليش صفقات، استثمار، كل حاجه بتعرف تعملها. انت مش عارف تعمل حاجه. انت يا متعاظلك مش عارف تعمل حاجه، هنعمل لك ايه؟ طبعا وسام ابو علي الاهلي بيبيعه ب 8 مليون دولار، زائد 2 مليون دولار بونص، زائد 15% اعاده، نسبه اعاده بيع. الاداره فني، مش عن مش هطلع اقعد اتكلم يا مدام لميس والله ما تخليهاش تطلع في دماغي بقى والله يا مدام لميس. مش كده. ما هو مش كده. الاداره فن، مش عن. ياسر ابراهيم بقى طلع قال لك ايه؟ قال لك والله احنا في الاهلي ما بنلاقيش اي صعوبه في التجديد، واللاعب ما بيقدرش يقول للاهلي لا وقدرني والكلام ده. اللاعب النادي بيقدره، وهو كياسر ابراهيم حاسس بحاله رضا. ودي مهمه قوي يا جماعه والله، حقيقي دي مهمه قوي. انت النهارده اللاعب بيبقى لم فلوس الدنيا، لعب مثلا 10 15 سنه كوره، جاب عربيه وجاب فيلا وعمل مشاريع وظبط الدنيا وشايل له خميره في البنك، يجي يقول لك انا اخر عقد مش هينفع، انا لازم 30 اروح الخليج عشان ده انا اخر عقدين ليا وهموت بعدها ولا ايه؟ ويجي يقول لك مفيش، انا مش هوافق على عرض الاهلي ولا الزمالك، انا هروح ادور بره على اي سبوبه بره. وهنا بتكلم في حته الرضا دي. انا يعني قلبنا الموضوع ديني شويه ونفسي شويه، بس هو مهم قوي موضوع الرضا ده. يعني ياسر ابراهيم بيقول لك انا حاسس بالرضا من جوايا، خد جنيه هو مرضي. انا عايز اقول الواحد، يعني الواحد لو بياكل، لو حضرتك جبت سندوتش شاورما مثلا وكلت، معدتك بتسع السندوتش شاورما. لو جالك سيخ الشاورما كله هتكون فرحان، بس هل معدتك هتاكله كله؟ هو لا، انت شبعك في ده ورضاك في ده، بل بالعكس ممكن لو كلت زياده بتضرك. انا عايز اقوله ان هو طبعا كلام انشا، بس هي دي الحقيقه والله. يعني انت الواحد لو دخله مليون 2 مليون 3 مليون، انت خلاص وصلت لسقف معين قدرت فيه تكتفي فيه ذاتيا، تقدر تلبي بيه طلباتك اللي انت كنت تتمناها. بمعنى انا عايز اجيب عربيه، عايز اجيب بيت ما اعرفش فين، كل الكلام ده انت حققته وعندك قرشين في البنك. او يعني ربنا يرزق الجميع يا رب ويزيد الناس كلها. بس حته الرضا دي بتعمل مشاكل كتير قوي، بتخلي الجماهير نفسها تكره لاعب لمجرد انه بيدور على عقد ولا عقدين بره. وجي ياسر ابراهيم قال لك انا بحس بالرضا، واللي انا يعني انا بوقع بسهوله ومفيش مشاكل مع النادي والدنيا بتكون لطيفه، وحتى ما ينفعش اقول للاهلي لا. وحتى انا كنت في وقت من الاوقات انتهى عقدي وكان يحق لي ان انا اوقع على اي فريق تاني مجانا، ولكن انتظرت مفاوضات الاهلي للتجديد. شابوه، بغض النظر عن امكانياتك وعن اي حاجه فنيه، بس الكلام ده مهم. الكلام ده مهم بالنسبه لاخلاق لاعب، اخلاق لاعب. وبنشوف اللعيبه لعيبه اخر زمن. لو الحلقه عجبتك ووصلت معايا للدقيقه دي، ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، وبكده تكون انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.